السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بأي واحد في العالم كيشاهدنا، كنجدوا بكم الترحاب. اليوم غادي نهضروا لكم على آخر الأشغال اللي كاينة في ملعب الرباط الجديد إن شاء الله، المعلمة الكبيرة والتاريخية إن شاء الله اللي كتنتظر جميع المغاربة والأفارقة خلال سنة 2025، واللي غادي يكون واحد من الملاعب اللي غادي تستضيف كأس إفريقيا 2025 إضافة لكأس العالم 2030. هذا الملعب اللي كيتعتبر واحد من المشاريع الكبرى في المغرب، إلى جانب مجموعة من المشاريع أخرى، منها تهيئة ملعب طنجة والملعب اللي غادي يكون بن سليمان الملعب الكبير، والعديد من المشاريع، وكيعكس التطور الكبير اللي كتشهدوا الدولة المغربية في المجال الرياضي. وطبعا هذا الملعب غادي يكون له دور كبير في استقبال أكبر التظاهرات الرياضية على مستوى العالم. اليوم بحول الله غادي نركزوا على الأشغال الجارية في الملعب، وخصوصا في المجال ديال الواجهات الخارجية، وغادي نوضح لكم كيفاش الأشغال كتمشي في هذه الجوانب، وشنو هي الخطوات اللي كيتاخدوها باش يخرج الملعب بشكل مميز. كما غادي نتكلموا على النظام اللي غادي تتابعوه في السقف ديال الملعب، وكيفاش غادي تعاملوا مع الفتحات المتواجدة في السقف والواجهات. خليكم معنا وما كرهتكمش انكم ديروا لنا جيم الفيديو وتدعمونا بشي كومونتير زوين بحالكم، هذا غادي يزيد يحفزنا. ومن هذا الفيديو هذا كنشكر مجموعه من المنابر اللي كتوصل لنا الصوره والفيديو، منها قناه تيم ستاد ومجموعه من القنوات اللي كتساهم وكتقربنا اكثر من اخر التطورات. ودابا غنرجعوا للاشغال اللي في ملعب الرباط الجديد. في البداية تم تركيب الهيكل المعدني ديال السقف بالكامل، وهكذا الأمور غادي تبدا تتضح أكثر. لكن اليوم غادي نركزوا على الواجهات الخارجية. على بالكم كيفاش هاد الواجهات غادي تكون؟ هاد الواجهات كيتغطوا بألواح الألمنيوم على شكل سعف النخيل، وهذا الشكل جاء مستوحى من الثقافة المغربية والموروث الطبيعي ديال بلادنا. كيف ذكر في كتاب الفيفا، هذا التصميم غادي يعطي الملعب طابع خاص ورمز للهوية المغربية. فاش كنشوفوا الواجهات غادي نلاحظوا ان اللون ديال الالومنيوم ما بين الذهبي والباج الفاتح والرصاصي الفاتح، لكن في الرأي الشخصي اللون الأقرب هو الرصاصي الفاتح، كيف ما ورد في المخططات ديال فيفا. واش نتوما كيعجبوكم هاد الالوان؟ تقدروا تكتبوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات. اما بالنسبه للفتحات المتواجده في الواجهات، هاد الفتحات عندها دور كبير في عمليه التهويه داخل الملعب. البعض منكم كانوا كيسولوا كيفاش غادي يتعاملوا مع الرياح والامطار، وشنو الدور ديال هاد الفتحات. الفتحات هذه مهمه جدا لعده اسباب غادي نذكروها لكم. اولا كيتم وضع مولدات هوائيه خلف المدرج العلوي. كاينين ايضا مولدات في اي بي غادي تنتج هواء بارد وساخن لتهويه الغرف المكيفه، ومنها منطقه الكهربائيه الاحتياطيه في حاله انقطاع الكهرباء، بالاضافه لسخانات خاصه بالمياه في دورات المياه والاماكن الاخرى. وهذه الاجهزه كلها غادي تولد حراره كبيره بسبب العمل المستمر، ولذلك كيحتاجوا لتهويه قويه باش ما يتسبوش مشاكل في المستقبل. وحتى الالومنيوم كيتفاعل مع الحراره وكيحجزها داخل الملعب. التهويه في الغلاف الخارجي ديال الملعب عبر الفتحات الكبيره كتساعد في اخراج الحراره الزائده وكتسهل عمليه التبريد داخل الملعب. وزياده على هذا الشيء، الفتحات هذه غتسمح بمرور الضوء الطبيعي، ولكن بما ان اغلب المباريات كتكون في الليل، الضوء الطبيعي ما غاديش يكون له تاثير كبير على الملعب او على الجمهور، حيث الاضاءه الصناعيه هي اللي غادي تكون في الممرات والمناطق الداخليه. اما بالنسبه للامطار فما تقلقوش، السقف ديال الملعب محمي بشكل جيد، كيتغطى بالواح صاج اللي كتحجز المياه وكتسحبها عبر مواسير خاصه مخصصه لتصريف مياه الامطار. السقف عنده شكل مائل، وهالشي كيمنع المياه من دخول للملعب، وحتى اذا كانت رياح قويه فالمياه ما غاديش تقدر تدخل بشكل كبير.
وبالتالي الجمهور غادي يكون محمي من تساقط الأمطار بفضل تصميم السقف والواجهات. ما شاء الله كنهضروا على ملعب يعني صراحة فيه مقومات ومعايير كبيرة. ومازال أشغال مستمرة في التراصيص الداخلية للملعب، كيتم تركيب المعدات الأساسية مثل الكشافات السفلى ومكبرات الصوت مكبرات الصوت الخاصة بالملعب، بالإضافة لبعض الأعمال الخاصة بالممرات الداخلية. وكل شيء كيمشي في الوقت المحدد. ما شاء الله تبارك الله. وفي الأخير إلى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسوش أنكم تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة ديالنا إذا كنتوا أول مرة كتشوفونا، وكنتمنى إن شاء الله نلقاكم في فيديو جديد وتكونوا بصحة وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.